فالعلاقة مع القرآن علاقة من الأعلى إلى الأسفل، والصلاة علاقة من الأسفل إلى الأعلى. فإذا عندك هالشغلتين تحافظ على وردك من القرآن فهذا علاقة السماء معك، وتحافظ على الصلاة وهي صلة بين العبد وربه فهذه علاقة صاعدة إلى الأعلى. فهذا من التعظيم والتسليم لله سبحانه وتعالى. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى نجعل عندنا مفهوم فيها أن كل عمل تفعله لله يوجب عذرا، يعني مهما سويت أنت تراك مقصر، كل عمل إلى الله ولله يوجب عذرا، يا ربي اقبله. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام بعدما أتم بناء الكعبة يستغفران الله عز وجل، يا ربي اقبل. فكل عمل إلى الله ولله يوجب عذرا، وكل شيء من الله يوجب شكرا. هذه ملخص العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. أي شيء يجي من الله يوجب شكرا. الله لا يقدر شرا محضا للإنسان، وإن رآه شيئا يكرهه ولا شر له خير. وكلنا في حياتنا شيء نحمده الآن كنا نكرهه سابقا، وشيء قلنا الحمد لله أنه ما تيسر، لأن احنا نعيش الآن في شيء أفضل من هذا. أنا سئلت مرة قالوا هل خططت أنك تكون كما أنت عليه؟ قلت نعم خططت والحمد لله أنها فشلت. خيرة الله عز وجل لي كانت أوسع وأجمل وأفضل، لأن أعلم بي مني وأرحم بي مني وأحكم سبحانه وتعالى. فالحمد لله ما تحققت هذه. ونداير هذا واحد أمريكي توفي قريبا، سألوه عن الانهيار الأمريكي اللي صار في 2008 في منهاتن. قالوا له كيف أنتم أمريكان حقين التخطيط الاستراتيجي وشغلتونا، وكيف جاء الانهيار الاقتصادي بدون ما تدرون؟ إيش الحل؟ قال كلمة عجيبة سبحان الله، وهو ملحد. قال الحل كن في خطة الله، ما في تخطيط استراتيجي ومدري إيه، كن في خطة الله. ولذلك أجمع العقلاء، هكذا يقول السلف، أجمع العقلاء أن من لم يرضى بأقدار الله لم يهنأ بعيشه. ولذلك استرسال مع ما يريده الله عز وجل هذا عافية نفسية. وتجد أن أستاذا ولا أستاذة في كلية الشريعة لا تفهم هذا المعنى، وتجي واحدة عجوز ولا شايب أي شيء يصير له يقول ربي أبخص، يعني ربي أعلم، أي شيء يصير ربي أعلم. هذا هو التسليم. فالعلاقة مع الله قائمة على التوحيد. 2 العلاقة مع النفس وقائمة على التزكية. معنى التزكية أن الإنسان في كل يوم من حياته يعالج حاجتين: يرقيها من العيوب وينقيها من الذنوب. ففي تنقية وترقية، تنقية يوميا في كل لحظة، وهو عمل شاق. ولذلك أطول قسم في القرآن جوابه قد أفلح من زكاها. هذه النفس جوابه تزكية النفس، علاقتك مع ذاتك، كيف أن ترقيها من العيوب التي فيها. ولذلك يقول ابن المقفع كلمة عجيبة، يقول وأشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عن نفسه. شيء شاق أنك تطور نفسك وأنك تزكي نفسك، وأنك لا سيما في وقت الناس تهرب فيه من النقد. يعني أنت لو عندك صديق ينصحك ستستثقله أصلا وما تحب تكلمه ولا تبحث عنه. فالناس تهرب من النقد فلا تحقق التزكية، ما تطور نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 6 وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له. معناها المسلم هو الذي يبحث عن النصيحة، المسلم لا يهرب من النصيحة. ولذلك في حديث الترمذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، المرآة ما تلاحقك، أنت اللي تجيها، أنت اللي تبحث عنها عشان بس تعدل شخصيتك. بس المؤمن الصادق يعدل نفسيتك ويعدل آخرتك، يعدل مسارك. فالعلاقة مع النفس قائمة على التزكية واستصلاحها، وفي كل لحظة أنت تحاول. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. يعني سبحان الله الإنسان